بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا هتكلم معاكم عن ترند وعن موضوع أصبح حديث مصر كلها، لا مش مصر بس، ده الوطن العربي بأكمله بيتكلم في الموضوع ده. الموضوع هو ترند ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. صراحة أنا عملت الفيديو ده لسببين. السببين مش هقولهم دلوقتي، أنا هقولهم آخر الفيديو. يا ريت تتابعوا معايا للآخر، ويا ريت فضلا وليس أمرا اشتراك في القناة وعمل لايك، ويا ريت تقول لي رأيك في الفيديو. نرجع لموضوعنا تاني. الفنانة ياسمين عبد العزيز هي ممثلة مصرية، ولدت في يناير عام 1980. اتجهت إلى الأعمال الفنية في الإعلانات عام 1992. رشحت إلى مسلسل امرأة من زمن الحب، وبعدها رشحت إلى بطولة فيلم زكي شان مع الفنان المعروف أحمد حلمي، والفيلم ده حقق نجاح بارع في أول أسابيع من دوره العرضي. تزوجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة من رجل الأعمال المعروف محمد نبيل حلاوة، وأنجب ياسمين وسيف الدين. تزوجت الفنانة عام 2001، وفي مطلع عام 2018 تم انفصالها برجل الأعمال المعروف. وفي مطلع عام 2020 تم وجود تصريحات تؤكد بوجود علاقة عاطفية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي. أحمد العوضي ممثل وملاكم مصري، ولد في ديسمبر عام 1985. هو معروف باسم فنان الغلابة، الناس كلها بتحبه، مش مصريين بس على فكرة، الوطن العربي بأكمله، وبالذات الفئة المتوسطة من الشعب المصري بيحسوه شبههم كده، بيحسوه ابنهم، بيحبوا يشوفوه. على فكرة الفنان أحمد العوضي من عين شمس. وفي مايو 2020 تم وجود تصريحات بزواج الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي. وفي 17/1 عام 2024 تم وجود تصريحات بانفصالهم، وذلك لظروف غامضة لا يعلمها أحدا سواهم. وطبعا احنا قلنا انهم زي اي اتنين فنانين اتجوزوا شوية كده عشان ياخدوا الترند وشهرة وكده وتفاعلات والكلام ده كله، وفي الاخر خلاص اتطلقوا. لا بس فعلا من ساعة موضوع الانفصال دوت وهم يعني اكدوا للناس، الناس كلها كانت غلطانة. فعلا هم بيحبوا بعض حب ما توصفش. هو طلع في برامج كتيرة وصرح ان هو لسه بيحب الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة ياسمين عبد العزيز لسه يعني اخر موضوع يمكن حصل لما الفنانة سعاد يونس استضافتها في برنامج صاحبة السعادة، وسألتها انت لسه بتحب احمد؟ قالت له لا انا ما بحبهوش، انا بعشقه. وبكت وقالت له انا لما حبيت احمد انا اكتشفت اني ما حبيتش حد قبل كده، وانا كمان عارفة ان احمد بيحبني. واحنا بنتمنى ان فترة انفصالهم دي تكون للراحة النفسية فقط، وان يرجعوا لبعض تاني وترجع السعادة تملى قلوبهم ويرجعوا عشان احنا تعودنا ان احنا نشوفهم مع بعض اصلا. تعودنا في ياسمين عبد العزيز في احمد العوضي، وان شاء الله يرجعوا لبعض تاني. هنرجع بقى للسببين اللي انا قلت لكم انا عملت الفيديو ده عشان خاطرهم. اول سبب، السبب الاول، يا ريت الناس اللي بتعمل صور فيك وبتعمل فيديوهات مضروبة وبتتدخل في حياة ناس الشخصية، وده رجعوا بعض، ده جابلوا بعض، ده مش عارف كانوا بيجيبوا مع بعض السحور، ده مش عارف ده رجعوا لبعض، ده هيرجعوا لبعض. احنا بنتمنى انهم يرجعوا لبعض وكل حاجة، بس يا ريت يعني الناس اللي بتعمل الكلام ده كله دي يعني مشاعر ناس، ما هم ناس يعني، هم ايوه فنانين معروفين بس دي مشاعر ناس يعني شخصيات، يعني هو بني ادم زي وزيك يعني، بيحس وبيحب وبيتجرح وممكن يعيط وممكن يزعل عادي يعني. مش هو عشان خلاص يعني ممثل وفنان يبقى هو ما بيحسش. اقعد اعمل الصور واعمل له فيديوهات، وده راح هنا وده جه هنا وده مش عارف ايه وده مش عارف ايه عشان الم مشاهدات.
لا الكلام ده كله حرام. طبعا هتيجي تقول لي طب ما انت عامل فيديو عليهم اهو. هقول لك لا يا حبيبي، انا الفيديو اللي عملته عن نشأتهم، عن مكان النشأة بتاعتهم، عن تاريخ ميلادهم، عن الأعمال اللي عملوها. يعني موضوعات يحب أي حد يكون بيتابع فنان مشهور أو بيتابع أي حد إنه يعرف عنه سنه، مكانه، منشأ ولاده، أعماله. الكلام اللي أنا قلته ده كله يعني ما بيجرحش أي حد في حاجة، دي معلومات عامة بالنسبة للفنان المشهور. وما قلتش ده هيعملوا كذا، ولا جبت حتى لاي حد فيهم صوره. يعني ما جبت الصوره لواحد فيهم وقلت لك خد اهو، ده مثلا رجعوا لبعض، خد اهو ده كانوا واقفين مع بعض. لا، لان الكلام ده ما ينفعش. وكل الحاجات اللي انا قلتها دي معلومات عامه، اي حد بيحبهم وبيتابعهم هيحب يعرفها عنهم. وهم كمان مش هيزعلوا من حاجه زي اللي انا قلتها دي، لان انا لو ما شكرتش فيهم ما اذيتش حد منهم. اما السبب التاني ده صراحه انا بخص فيه بالذكر الفنان احمد العوضي. كلنا عارفين ان انت ابن بلد ورجولة. رجولة يعني رجولة الكلمة يعني بتتقال ده قولا احنا كلنا بنحبك لان انت شبهنا وبتتكلم عنا. بس برضو زي ما كلنا بنحبك كلنا عارفين ان مفيش حد رجولة وابن بلد يتخلى عن حب حياته ويتخلى عن عن واحدة بتحب الحب ده كله، وتطلع في برامج على الهوا تصرح بحبها ليه. يا ريت بقى يعني الفترة اللي جاية عايزين قرار إيجابي يفرح جمهورك اللي بيحبك وانت بتحبه، واحنا عارفين انت بتحبنا وهتعمل اللي يفرحنا بإذن الله. القرار الإيجابي ده اللي احنا مستنيينه ان شاء الله، ان انت تقرر ان انت ترجع انت وياسمين عبد العزيز وترجعوا زي الأول وأحسن من الأول كمان. ويا رب يفرحكم ويسعدكم وترجعوا لبعض تاني، لأننا الصراحة احنا تعودنا ان احنا نشوفكم مع بعض ونشوفكم ظهر وسند لبعض. وان شاء الله الفترة الجاية نفرح بيكم بإذن الله. وبكده اكون خلصت الحلقة النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتم، ويا ريت اللي عجبه حلقة النهاردة ما ينساش الاشتراك في القناة واللايك وانا مستني رأيك في التعليقات بإذن الله. سلام يا اخواتي.